مساء الخير أصدقاء خلف الشاشة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مولع السوشيال. سماح من دلعي مطبخك ونزولها فيديو عن حياة الريف والتدخل في الخصوصيات. في الأول هتفتكروا إن الموضوع بسيط، بس لما نعدل العدسة وندخل ورا المشهد هنلاقي حاجات كتير، ضغوط وتوقعات ونظرات بتتحول لحكم عام. هل سماح بتبالغ؟ ده اللي هنعرفه. سماح دلعي مطبخك طلعت بفيديو جديد قالت إنها عايشة في ريف مؤذي. والله الريف نفسه اتفاجئ وقال هو أنا عملت إيه؟ سماح طالعة بتتكلم عن تدخل الناس اللي حواليها واللي كل يوم داخلين خارجين في حياتها كأنها مسلسل تركي، والكارثة إنهم فاكرين نفسهم كتاب السيناريو. واحد يقول لها ما تعمليش كده، والتاني يقول لها ليه عملتي كده؟ يا جماعة حد يفهم الناس دي إن حياة سماح مش لجنة تحكيم. تخيل معايا سماح بتقوم من النوم تلاقي جارتها بتخبط، صباح الخير يا سموحة، هو انت ليه امبارح ما ردتيش على جوزك؟ والله قلقتي ايه يا ستي؟ دي حاجة خصوصية مش مسابقة معلومات. اكتر حاجة ضحكتني ان سماح بتقول ان كل واحد شايف نفسه واصي على حياتها. واحدة تقول لها زودي الدراما، وواحدة تقول لها قللي الطبخ. يا جماعة دي قناة مش برنامج تحكم عن بعض. والحقيقة سماح مش أول واحدة تتكلم عن الموضوع، بس هي أول واحدة قالتها بصوت عالي وخلت الناس اللي بتدخل في حياة بعض تتوتر. اللي بيتدخل في جارك واللي بيتدخل في أكلك واللي بيتدخل في نفس عدد مرات تنفسك حتى. أول ما سماح نزلت الفيديو نص الريف عمل اجتماع طوارئ. ازاي تقول علينا مؤذيين؟ احنا بس بنسأل ونتدخل ونفتش ونتابع الأخبار أول بأول. طب هو ده مش اسمه تدخل؟ بصراحة سماح عندها حق. إنك تعيش وسط ناس شايفين حياتك ملك عام ده مؤذي ومرهق، وبيخلي الواحد يزهق من نفسه قبل ما يزهق منه. بس خليني أقول الحقيقة اللي محدش قالها. سماح بتشتكي من تدخل الناس في حياتها، بس يا جماعة ما هي بنفسها اللي خلت حياتها للعم. سماح من أول ما عملت قناة دلعي مطبخك كل يوم طبخة وكل يوم موقف وكل يوم قصة من حياتها الشخصية. يعني أصلا الناس متعودة إنها تبص جوه البيت وتشوف إيه اللي بيحصل. هو أنتي لما تطلعي تحكي عن جوزك وحماتك والجيران وكل تفاصيل يومك عايزة الناس تقولك إيه؟ تسلم إيدك وتخرج؟ لا طبعا، الناس هتتدخل، دي ضريبة الشهرة. ما هو لما القناة تكبر وتتعامل كأنها ريلايتي شو، الناس بتفكر إن ليها حق التعليق وحق السؤال وحق إنها تقول رأيها حتى لو ملوش لازمة. وأكيد في جزء من ده سماح نفسها كانت سبب فيه، لأنها كل يوم بتديهم لقطة جديدة. الحق يتقال، سماح مش ضحية وبرضه مش مذنبة. سماح في النص بين إنها عايزة خصوصية وإنها عايزة مشاهدات، والاتنين عمرهم ما هيمشوا على خط واحد. عايزة الخصوصية؟ سهلة، اطفي الكاميرا. عايزة الشهرة؟ برضو سهلة، لازم تقبلي معاها ان الناس هتتكلم وهتسأل وهتتدخل لانك بنفسك فتحت الباب. وفي الاخر سماح محتاجة توازن بين حياتها اللي قدام الشاشة وحياتها اللي المفروض تبقى خلف الشاشة. وانت كمشاهد لازم تفهم ان المتابعة مش ملكية، وان الاهتمام مش تصريح اقتحام. هنا خلف الشاشة. سلام.